المرة اللي فاتت اتكلمنا عن كمية الفشخ اللي بيتعرض ليها أي ولد أو بنت. ما تفهمناش على الألفاظ دي. سوري يا أستاذ، سوري. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن كمية الفشخ اللي بيتعرض ليها أي ولد. ما تفهمناش على الألفاظ خارجة مظبوط. أستاذ هو السكريبت كده. خلاص هشيلها في المونتاج. أوكي تمام. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن كمية اللي بيتعرض ليها أي ولد أو بنت في المجتمع المصري بمجرد ما يخلص كلية. المرة دي بقى كنا عايزين نأكد إن أنت مهما اتعرضت اوعى ترتكب أكبر غلطة في حياتك، جواز الصالونات. حمرا ايه اللي حمرا بالظبط؟ الأسطورة بتقول إن جواز الصالونات دايما أقوى العلاقات العاطفية. يقعد ميدو يحب في سعاد 8 سنين في الكلية، يجيب لها في دباديب، صور لها في ورق، اشتري لها كريب، حاسب في الميكروباص، فاندا مية عمري، لحد اما يجي حيلتها من الخليج عاملهم على قلبه وشغال في شركة بترول وجايب شقة فلوران وهوب يشيل سعاد. واحد هيبو كلا حياتي واحد. لذلك نظرية بتقول إن دائما ما عندما يلتقي جواز الصالونات مع أقوى العلاقات العاطفية ينتصر جواز الصالونات. حلوة الحتة دي، الناس العميقة. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. دايما الناس المتمارسين في جواز الصالونات او بمعنى اصح اللي ليهم خبره في موضوع جواز الصالونات سواء الولد او البنت بيكون ليهم اسئله ثابته بيسالوها في كل مره. يعني مثلا لو ولد ورايح يتجوز جواز صالونات وهو متعود على كده بيبدا بقى يسال عروسه بتشتغل ولا لا عشان تساعده في مصروف البيت، العروسه مثلا ابوها عنده املاك ولا لا، ولو طلع عنده املاك يسال على عدد اخواتها عشان يعرف الورث اللي هينوبه بعد عمر طويل، يسال برضه اتخطبت كام مره، يفضل يسال كده شويه اسئله بتبقى دايما متعود عليها. كذلك البت لما يكون جاي لها عريس صالونات وتكون برضه خبره في الموضوع ده في شويه اسئله بتسالها برضه بتكون متعوده عليها. يعني بيدخن ولا لا، هي اصلا بتكون بتشيش، خطب كام مره، امه عايشه ولا ميته، ده اهم سؤال عشان تعرف اذا كان ليها حما ولا لا، اخواته قرشانات ولا طيبين، بيشتغل ايه، مرتبه كام، تثبيت ولا شغل خاص. الامتحان سهل خالص، هتختاروا اجابه رقم 1 او 2 او 3. اتفضلوا. المشكله الكبيره في التصور الخاطئ عند اهلك. اهلك متصورين اللي انت لما تقعد مع واحده لمده 10 دقايق في صالون بيتهم من نظرتك كده ليها هتفهم ان هي طموحه، تفكيرها زيك، دمها خفيف، محترمه. المفروض اللي انت خلال ال10 دقايق دولت تفهم كل ده من اللي انت تبص ليها. الفكره اللي انت في ال10 دقايق دولت اخرك تكتشف ان هي حوله وهي تكتشف ان انت بتفتف وانت بتتكلم. دايما البنات اللي متجوزين صالونات بيفتقدوا حته التفاهم والحب اللي بيكون عن جواز عن حب، فبتعوض النقطه ديت بان هي تقعد تحور على صاحبتها. فتلاقي واحده قاعده مع صاحبتها وتقول لها عارفه بقى يا ماهي انا مش متجوزه صلاح جواز صالونات، بيموت فيا بقى، بيموت فيا. عارفه امبارح الساعه 12 بالليل قلت له نفسي في نضاره شمس، نزل الساعه 12 بالليل جاب لي نضاره الشمس، بص من ساعتها لابساها. فهم ان هي لابسه نضاره الشمس دي عشان تداري الشلوط اللي اداهولها امبارح على الغداء عشان الاكل كان ناقص ملح. انظروا معي الى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي ان يرتكب مثل هذه الفعل النكراء؟ انظروا. دايما الابهات في موضوع جواز الصالونات دوت بيتخلوا عن مبادئهم اللي كانوا دايما ثابتين عليها، تتحول ذمتهم لذمه استيكيه مطاطيه. بمعنى اصح اللي انت مثلا تلاقي راجل مثلا يقول لك بص انا بنتي مهندسه مش هاخد لها عريس اقل من دكتور او مهندس. تروح يوم الفرح تكتشف ان العريس ده خريج معهد صرف صحي بس ابوه كاتب له الزريبه بالمواشي اللي فيها. وتروح للراجل مثلا تقول ايه يا حاج بنتك يا حاج اتعلمت 12 سنه كليات ومدارس وفي الاخر تجوزها واحد خريج معهد. يقول لك يا ابني اهم حاجه الاخلاق الكريمه. عارف مين الكريمه يا حاج؟ احلى من الشرف مفيش. كمان تلاقي موقف تاني الاب اللي يقول لك بص انا بنتي استحاله اجوزها لواحد بيدخن حتى لو سيجاره في اليوم، لو يعني بص لو حتى بيشيش استحاله اجوز بنتي لواحد مدخن. تيجي يوم الفرح وانت رايح
تكتشف ان العريس اصلا دولاب مخدرات ولسه مقفوش في غرزه اول امبارح. تروح لابوه تقول له ايه ده يا حاج، هتجوز بنتك لواحد مدخن؟ يقول لك يا ابني الله اعلم، يمكن ربنا يجعل هدى على ايديها. هدى على ايديها؟ انت مجوزها للشيخ علي ودنه يا عم، انت هدى ما كان تاب من زمان، هو عيل نتن اساسا. تشرب ايه؟ شيشة تفاح. شيشه؟ شيشة. شيشه يا نوح. صدري منبش، عايزة كح. الحاجه اللي كنا عايزين نوصل لها ان اهلنا دايما بيتدخلوا في حياتنا بشكل بيدمر حياتنا. هم كل اللي بيعملوه بيجيبوا ولد شغال شغلانه كويسه معاه مرتب كويس، بنت ناس محترمه، ويلا حبوا بعض. الاثنين دول ازاي هيعيشوا مع بعض بعد كده؟ هم ما لهمش علاقه. المهم ان هم يسطروا البيت ويسطروا الولد، بعد كده هيكملوا حياتهم ازاي دي مش مشكلتهم. في الاخر نتمنى ان الحلقه تكون طالعه بشكل كويس والبرنامج ماشي بالشكل اللي احنا عايزينه، ان هو بيعبر عن صوت الشباب المقهور في المجتمع المصري. يا ريت تعملوا لايك للبيج، سبسكرايب للشانل، ولو حد هينتقد يعني ينتقد من غير شتيمه، لان احنا فينا اللي مكفينا بصراحه.